النصارى والمساجد للمسلمين. وفي صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة في باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. والشريعة أيها الأفاضل مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت من العدل إلى الظلم وخرجت عن الرحمة إلى ضدها من القسوة والغلظة والفظاظة، وخرجت عن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة النبوية المطهرة في شيء. وما وقع في الأسكندرية من تفجيرات آثمة جاهلة سفكت دماء المسلمين والنصارى ومزقت أشلاءهم وطالت أماكن عبادتهم وبثت الرعب والفزع وزعزعت الأمن والاستقرار وحرمت الناس الطمأنينة والهدوء، هذه التفجيرات الغاشمة الظالمة ليست من الإسلام أبدا في شيء. أقولها لله بأعلى الصوت: هذه التفجيرات الغاشمة الظالمة ليست من الإسلام أبدا في شيء، بل هي تسيء للدين والدنيا معا. ولو استحكمت هذه الفتن لما أمن أحد منا على نفسه وأولاده وأهله وأمواله، بل وفتحت علينا وعلى بلادنا باب شر لا يعلم خطورته إلا الله. ولذا فأنا أؤكد للجميع أن فقهاء الإسلام قد أجمعوا، وأنا أعي ما أقول، ولذا فأنا أؤكد للجميع أن فقهاء الإسلام قد أجمعوا على أن قتل المسلم والذمي كبيرة من كبائر الذنوب. وقد نص الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع على وجوب حماية أهل الذمة وهم رعايا الدول الإسلامية من غير المسلمين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه، أي انتقصه حقا من حقوقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة. فمن يقدر أن يقف ليحاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الله جل وعلا. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وفي الحديث الصحيح أيضا الذي رواه أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فهذا العمل الظالم اعتداء على شعب مصر كله، وتقف وراءه أيدي آثمة جاهلة تسعى لبث الرعب وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر كلها. ولذا فعلينا جميعا أن نقف صفا واحدا في وجه هذه الدعوة الآثمة التي تدعو إلى الفرقة والتشرذم والتهارج وإشعال نار الفتن التي دمرت ولا زالت تدمر كثيرا من بلاد المسلمين، وفتحت الباب على مصراعيه لتدخلات خارجية ظالمة. فاحذروا المصائب والحبائل والمكائد.
فإن النار بالزندين تورى، وإن الفعل يسبقه الكلام، فإن لم يضفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. ولذا فأنا أخاطب وأناشد العقلاء من المسلمين والنصارى بأن يتعاملوا مع الفتنة بحكمة بالغة ومراعاة تامة لمصلحة بلدنا الحبيب. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يردنا وولاة الأمور إلى الحق ردا جميلا، وأن يعصمنا وبلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.